بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا تتواصل التحديات وتتواصل الانطلاقات شوطا تلو الآخر، إذن على بركة الله وحفظه وتوفيقه ثم جهود اللجان المنظمة. سوف يستر ستار الشوط الأول والرئيسي وشوط الرمز المقدم من الشيخ مناور بن سعدون الرشيدي بمناسبة زواج ابنه، وكذلك مبلغ مالي رصد لصاحب المركز الأول والمركز الثاني. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، ما هي إلا لحظات وسوف تعلن انطلاقة هذا الشوط. إذن بسم الله وعلى بركة الله أعلنت انطلاقة واندفاعة الشوط الأول هو الرئيسي لسن القعدان الحقائق من مسافة 3 كيلومترات. انطلقت هذه الأسماء، اندفعت هذه الشعارات. إذن أبدأ مباشرة إلى صدارة الشوط ليتقدم مع الواصل مبارك بن أحمد السوداني من يقدم لنا الواصل على صدارة الشوط، بينما ثاني المراكز الحضور والوصول في هذه اللحظات. مرحبا باللي حضر، مرحبا باللي وصل جلمود هنا يتقدم في هذا الأداء الكبير ليحضر جلمود وعبد الله بن عليان الجهني من يقدم لنا جلمود، ولكن الحضور والوصول من الجانب الآخر وصل عزم عبد الله بن سويلم السناني من يقدم لنا عزم المركز الثالث. وصل في هذه اللحظات صقر محمد بن عايش الحربي، وكذلك وصل سمحان عطله بن مسلم العطوية المركز الخامس. وصل في هذه اللحظات جلمود وسعد بن محمد السوداني مع جلمود على مستوى خامس المراكز. هذا كذا نتيجتنا إلى الخمس المراكز الأولى أتممناها على مسامعكم، ولكن لنا عودة إلى صدارة الشوط، لنا عودة إلى المقدمة، العودة إلى الواصل واندفاعة الواصل ليتقدم مبارك بن أحمد السوداني، ولكن وصل سمحان في هذه اللحظات ليحضر في هذه اللحظات على ثاني المراكز. عطله بن مسلم الطويل العطوية يحضر في هذه اللحظات على مستوى ثاني المراكز. المركز الثالث الوصول من صقر، أحد الأسماء المرشحة، أحد الأسماء القوية ليحضر في هذه اللحظات محمد بن عايش الحربي. رابع المراكز عزم محمد أو عبد الله بن عليان الجهني، وخامس جلمود على خامس التحديات. وأيضا كذلك انضم سلطان ماجد بن فالح الجهني يحضر في هذه اللحظات على خامس المراكز. ولكن العودة إلى صدارة الشوط، العودة إلى الواصل وسمحان والواصل على صدارة الشوط. 1200 يا سلام، الله 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 الله. الواصل ما زال على صدارة الشوط، هنا يتقدم مبارك بن أحمد السوداني وسمحان ثانيا عطله بن مسلم العطوية. المركز الرابع أو الثالث وصل في هذه اللحظات صقر محمد بن عايش الحربي، ورابعا جلمود ليحضر سعد بن محمد السوداني، وخامسا وصل في هذه اللحظات سلطان ماجد بن فالح الجهني. ولكن الله 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 غير في هذه اللحظات وانطلق صقر يا بن عايش، صقر محمد بن عايش الحربي وسمحان عطله بن مسلم العطوي، وكذلك الواصل وجلمود. الله 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 الله. ولكن صقر وعصاته في بطانه، صقر والعصاقوس يا سلام، الله 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 الله. وجلمود وصقر وجلمود. يا هي ثنائية خطيرة، يا هي ثنائية كبيرة. ولكن وصل
وصل ابن عليان، وصل السناني عبد الله بن عليان الجهني حاضر مع جلمود على ثالث المراكز، ولكن جلمود وصقر وجلمود واللحظات الأخيرة، ولكن جلمود يا ابن محمد بسم الله ما شاء الله الا والله انطلق في هذا الأداء الكبير، اندفع في هذا الاندفاع الخطير، اندفاعة الفوز، اندفاعة الانتصار، الرمز مع جلمود وجلمود مع الرمز. سعد بن محمد السوداني غادر بالسلام وغادر بالتحية والاحترام. سلام جلمود، سلام، تهانينا والف مبروك له على هذا الفوز الكبير. والمستحق المركز الثاني كان الحضور من صقر محمد بن عايش الحربي، المركز الثالث، والرابع كان دخول جماعي. إذا مشاهدينا متابعين الكرام، التوقيت الزمني الذي يتسجل في هذه اللحظات 4 دقائق و38 ثانية و99 جزء من الثانية تحت أقدام جلمود المملوك لسعد بن محمد السوداني الذي انتزع ناموس هذا الشوط وانتزع الرمز. تهانينا له والف مبروك، وكان ختامها مسك مع هذا الشعار كما تقدم بالشكر والتقدير والعرفان للداعم لهذا المهرجان الشيخ مناور بن سعدون الفريدسي الرشيدي، له منا جزيل الشكر والتقدير والعرفان. ايضا كذلك الشكر موصول للجان المنظمة لهذا الميدان، شكرا لهم على هذا الجهود، ونهني ونبارك لهم على نجاح